لو ما اتفرجتش على الجزء اللي فات من حكاية شو فروح شوفها الأول. في الجزء اللي فات من حكاية شو استطاع شو هزيمة كل من الشرطة ورئيس العصابة، وتجمعت شبكة السماء علشان يتناقشوا في أمر شو. فيا ترى الخطة بتاعتهم علشان يعرفوا شو، ويا ترى هيقدروا عليه ولا لأ؟ يلا بينا نكمل الانمي. تاني يوم ولونيما بتحس ان طاقتها رجعت، وبتصحى تروح لشو وبتعرفه بالخبر وبتوريه المجرم. شو قال لها عظمه قوي، انت بتتحكمي فيه ازاي؟ قالت له اللي انا عاوزاه هو بيعمله، حتى عايز نخليه يضربك كده. شو قال لها لا لا بالله عليكي. المهم لو قالت له انها بتقدر تشوف ذكرياتهم كمان. هو على فكره البوكس بتاعك كان جامد. شو قال لها بتعرفي تشوفي ذكرياتهم كمان؟ ده ايه الحلاوه دي والله. بس فجاه بتقول له لو انها شافت في ذكرياته مكان فلوس كتير كانوا سارقينها، وبتقترح عليه انهم يجيبوها. بس شو بيقول لها لا ما ينفعش، وده علشان احنا لو جبناها لازم نسلمها للشرطه، وبعدها الشرطه هتسالنا عرفنا مكانها منين، والناس هتعرف قوتك. فلو في وقتها زعلت كده وراحت عليه. قالت له بس احنا مش ممكن ما نوديش الفلوس دي للشرطه ونشتري بيها البيت اللي احنا فيه، مش ممكن نستخدم الفلوس دي في اي حاجه تساعدنا. شو قال لها لا ما ينفعش، انا كمان عاوز اشتري البيت بس مش بالطريقه الغلط. وبعدها بيتبارد عليها شويه فبتسيبه وبتمشي. وتاني يوم بيروح شو على المدرسه، وبيلاقي الفصل كله بيتكلم عن الحادثه اللي حصلت على الجسر، ولما شو بيشوفهم بيتبارد عليهم كلهم وبيكسب منهم نقط وهو معدي. بعدها بيروح يقعد في مكانه وبيسأل جيا عن الأرض المباركة، فبيقول له جيا إن دي عبارة عن أرض فيها طاقة روحية كتيرة، ولو أنت اتدربت فيها طاقتك هتزيد بسرعة وهتوصل لمرحلة الاستفاقة. شو قال له تمام، بس الأرض دي غالية جدا، مفيش طريقة تانية أزود بيها طاقتي بسرعة؟ جيا قال له يبقى عن طريق الأحجار السحرية، وسمعت إنهم هيدونا شوية بكرة. بس تاني يوم بيكون في مدير جديد جاي على المدرسة، واللي هو عضو من شبكة السماء، وجاي علشان يدرب فصل الديوان أو فصل القوات الخارقة يعني. المهم بيدخل المدير على المدرسة واللي اسمه لي شياو، وأول ما بيعدي من قدام شو بيحس منه بحاجة غريبة، وبيعرف إن ده مش راجل عادي، ده عضو في شبكة السماء. والمدير كمان بياخد باله إن حد لاحظه. بعدها بيرحب الطلاب بالمدير وبيخلص الاحتفال. بيروح المدير لشياو على فصل الديوان وبيحذرهم من الشخص اللي ظهر جديد في المدينة، وبيقول لهم على كل مواصفاته علشان لو شافوه بعد كده، وقال لهم لو حد فيكم شافه لازم يكلمني علشان الحقه بسرعة. بعدها بيوزع المدرس أحجار سحرية عليهم علشان التدريب، كل واحد على حسب درجته، وعلشان شو درجته كانت ضعيفة جدا بياخد حجرين بس. ولما بيطلعوا بره شو بينادي على جيا، هو بياخده في جنب كده بيسأله إذا كانت الأحجار الروحية دي ينفع تتباع ولا لأ، وقد إيه هو سعرها. جيا قال له الأحجار دي من شبكة السماء ومحظور عليها إنها تتباع، ولكن ممكن أكلم لك واحد صاحبي في السوق السوداء ويبيعها لك. وبالفعل بيكلموا وبيتفقوا على السعر، وبتكون غالية جدا. الواحدة كانت بتكلف 120,000 ين، يعني حرفيا كده يقدر شو إن هو يشتري البيت بكل حاجة فيه. صبرت فنلت يا ابني والله. من ناحية تانية كان لي شياو رايح على العجوزة علشان يتكلم معها في حوار الشخص الجديد اللي ظهر، وده بسبب إنه بيستعمل السيف وشاكك لا يكون هو اللي معلمه ولا حاجة. بس العجوز قال له إن هو ما يعرفش عنه أي حاجة، وعيب عليه يكون راجل محترم ويشك في الناس. فبيتحرج لي شياو وبعدين بيمشي. بعدها بيرجع شو على بيته، بتقابله له وبتسأله عن شبكة السماء والأرض، بيعرفها شو بكل اللي يعرفوا عنهم. بعدها بيقول لها أنا عندي ليكي خبر حلو. البنت فرحت كده وقالت له إيه؟ شو طلع لها الفلوس اللي جمعها ووريها لها، عطلها تليفونه وقال لها ده هيبقى بتاعك من النهارده، وقال لها كمان إن هو كلم صاحب البيت وخلاص هينقل الملكية باسمه بكرة. لو بعد ما سمعت الكلام ده فرحت جدا، حضنت شو وقعدت تعيط من الفرحة. لحظة جميلة جدا جدا والله. بعدها بيروح شو يتدرب وبيزود طاقته، ولو هي كمان طاقتها بتزيد والدنيا بقت اخر روقان. بس وشو بيجيب ملكية المنزل بتجيله رسالة من المدرسة انهم هيسافروا لاحد اماكن التدريب في الوقت ده، فبيعرف شو اخته ان هو مش هيجي البيت لمدة كام يوم كده، وبيخلص اليوم على كده. وتاني يوم بيكونوا الطلاب راكبين عربيات ورايحين على مكان تدريبهم، وهم راكبين العربيات بيبدأ جي ان هو يشرح لهم على المكان اللي هم رايحين فيه، واللي هو عبارة عن حاجة اسمها الحطام، ودي حاجة اتكونت بعد غزو الفضائيين كده، واهم حاجة في الحطام ده هي عين التكوين. لو حد قدر ياخدها بيختفي الحطام ده كله. العيال بتسمع الكلام والكل بيكون مركز. بيكمل جاء كلامه وبيقول ان رئيس شبكة السماء قدر انه يفتح حطام من كذا يوم كده، وحصل على عين التكوين اللي فيه، وكانت عبارة عن سيف. العيال بتقول له تمام، وبعدين بيوصلوا على مكان التدريب. بيجمعهم المدرس بتاعهم وبيقول لهم دلوقتي انتم جيتم هنا في مهمة سرية تامة، وده طبعا علشان تزودوا خبرتكم مش اكتر، بس لو حد سرب اي معلومة ولو كانت صغيرة فهتتعرضوا لعقوبة عسكرية. العيال قالت له تمام، وبعدين دخلوا لجوه.
كل واحد اخد اكله وقعدوا علشان ياكلوا، بس كان في واحد تخين كده ماشي ومش عاجبه المكان، فضل يسأل على كرسي علشان مش عاوز ياكل وهو على الارض، لحد لما عسكري شافه واداله الكرسي بتاعه علشان يبطل زن، وراح العسكري هو وقعد على الارض. بس شو ما عجبهوش الكلام ده، راح على الواد وقال له قوم من على الكرسي. الواد عمل نفسه مش سامعه، وهنا شو رزعه بالقلم ووقعه على الارض. جاحد يا ابني والله. بعدها المدرس جه واخد الواد ودخله جوه، وشو كان قاعد بياكل ولا همه. واثناء الليل الكل كان بدأ يتدرب، الا شو ما كانش عارف يتدرب معاهم، بس الف باله انا اتدرب ليه وانا اقدر ازود النقط اللي معايا، يلا بينا نترخم على رئيس الفصل. وفضل يتبارد عليه. الواد بيتدرب ومش عاوز يرد عليه، بس شو وراه ومش سايبه. رخم مفيش كلام يعني. المهم بيجمع له منه شويه نقط محترمه وبيشتري بيها تفاح. بعدها بيحاول يرن على لو علشان يطمنها، ولكن ما بيكونش في شبكه في المكان، ودي حاجه غريبه جدا. بيروح شو علشان ياكل وبيديله الطباخ اكل زياده المره دي، وكمان واحد من العساكر بيديله الكرسي بتاعه علشان يقعد عليه، وده طبعا بسبب التصرف الرجولي اللي عمله امبارح. بس شو ما بيرضاش ياخد الكرسي وبيقعد على الارض. وبعدين بدأ ياكل هو وجيا. بعد الاكل بيروح شو يتبارد على رئيس الطلبه تاني وبيكرهه في حياته. الواد من كتر ما زهق منه طلع يجري علشان يتدرب بعيد عن المخيم. بس انت متخيل ان شو هيسيبك؟ لا والله، شو بيفضل يجري وراه وبيلحقه برضه، وبيفضل يتبارد عليه كمان وكمان. كفرت الواد في عيشته يا ابني. بعدها بيروح شو يتدرب لوحده في مكان كده، وبيفتح خريطته النجميه، وهناك بيقدر يزود طاقته وبيحس انه بقى جامد اخر حاجه. بس هو رايح علشان ياكل في الغدا، رئيس الطلبه بيروح له علشان كده خلاص جاب اخره منه. بيقول له انت قاعد تتنطط من ساعه ما شفتك علشان كسبتني مره في الريست، انا طاقتي زادت ولو لعبتك دلوقتي ههينك. شو قال له حلو قوي يلا بينا. والمدرس بيسمعهم وبيروح علشان يبقى الحكم على النزال ما بينهم. الاتنين مسكوا ايد بعض وجهزوا علشان يلعبوا. العيال كلها بتشجع رئيس الفصل ومستنيه شو يخسر باي طريقه، بس ده طبعا اللي شو كان عاوزه. اول ما المدرس بيشيل ايده وبيقول ابداوا شو بيكسب رئيس الفصل في اقل من ثانيه، العيال كلها اتصدمت وشو لما منهم نقط بالهبل. المدرس بعد ما شاف قوه شو عجبه الكلام وقال له ما تيجي تلعبني كده. فشو قال له طب تمام تعالى. وكان المدرس اقوى بكتير من رئيس الطلبه، بس خسر بسهوله برضه. المدرس فرح من شو قال له انت مستقبلك باهر ان شاء الله. فبيقول له شو لا يا عم، ده كله بفضل رئيس الطلبه، هو نجمه حظي. خنزره اللي في الماكس والله. بس هم قاعدين ليه شاو بيلاحظ ان في ضباب كتير داخل عليهم، وان دي مش حاجه عاديه تحصل في المكان ده. وفجاه بيرن جرس الانذار وبيأمر الكل انه يهرب بعيد عن الضباب. شو بيحاول يهرب هو وجيه، ولكن الضباب بيلحقهم في ثواني والكل بيتبلع جواه. بينزل شو على مكان غريب كده اول مره يشوفه. بيقول في باله انا عمري ما شفت المكان ده قبل كده. لسه ما كملش الكلام وبيلاقي وحش عظمي بيهجم عليه. بيفادي شو هجماته كلها وبيمسك الفاس وبيخلص عليه. بعدها بيطلع شوف حته عاليه كده علشان يشوف هو هيروح منين، ولكن فجاه بتظهر وحوش كتيره من تحته وبتحاول انها تقتله. بس شو بيفضل يجري منهم ومحدش بيعرف يمسكه، لحد لما فجاه بيشوف شويه من الطلاب بيجروا قدامه وبيقولوا له اهرب بسرعه علشان الوحوش ما تقتلكش. بيبص شو على الوحوش وبيلاقيها بتقتل في واحد فيهم، فبيروح شو علشان يلحقه وبيقدر ان هو يضرب الوحوش كلها وبيخلص عليها. العيال كانت واقفه مصدومه من قوته، بس فجاه وحش بيحاصر شو ما بيكونش عارف هيعمل ايه. العيال فضلت واقفه تتفرج ومحدش فكر يروح يساعده. وشو في الوقت ده كان قادر يخلص على الوحش الاخير، وبعدها راح عليهم وقال لهم المكان هنا مش امن، روحوا لحته تانيه واستخبوا فيها. البنت قالت له انت هتروح فين؟ خليك هنا واحمينا. بس شو ما ردش عليها وقال لها الوحوش بتموت عن طريق قطع راسها، خدوا الفاس دي وحاربوهم بيها. وسابهم ومشى. وهو ماشي البنت بتقول يا ريتنا كنا ساعدناه، على الاقل كان فضل معانا. وبيخلص اليوم على كده. بعدها شو راح على شويه هياكل عظميه وبدا يحارب فيها علشان ياخد منهم سلاح يحارب بيه. هزمهم فعلا واخد سيف من واحد منهم. فضل يجري في الحطام علشان يدور على مكان يستخبى فيه قبل ما الليل يدخل. بس هو بيجري بيشوف واحد ضارب فلير في الجو، فشو بدون تفكير بيروح على مكان الفلير وبيضرب شعلته ينزلها على الارض. بعدها شو بيبص على مكان الشعله وبيلاقي واحد واقف ومعاه مسدس الفلير وعمال بيطلع منه نقط سلبيه لشو علشان شو بوظ له شعلته. ففي وقتها شو بيعرف ان ده ممكن يقبل جاسوس اللي جه قال له عليه، وبالفعل بيكون ده جاسوس جاي تبع منظمه تانية. وهو كان عارف انهم هيدخلوا الحطام هو واصحابه، وكان معاه فلير علشان لو تاهوا عن بعض يضربوا في السماء، واللي يشوفوا منهم يروح للتاني ويتجمعوا. خطه في منتهى الذكاء. بس شو موجود يابا. المهم الواد بيحاول يمثل على شو وبيقول له ان هو معاه في صف الديوان. شو كان عارف ان هو بيكذب، بس قال مش مشكله نكمل في التمثيليه، وقعد يقول له وانا كمان في صف الديوان. الواد شاف السيف اللي مع شو قال له حلو السيف ده، انت جبته من الحطام ولا ايه؟ شو قال له ايوه. الولد قال له طب جيبه كده ثواني. الواد بيقرب من شو بحذر علشان ياخده، وشو عامل نفسه هيديهوله، وفي اخر لحظه بياخدوا شو وبيبعدوا عنه، وده طبعا خنزره منه علشان يكسب نقط. المهم الواد بيقرر يمشي وبيقول له شو ان هم هيفترقوا هنا.
بس انت متخيل انه هيسيبه؟ لا والله، شو بيروح معاه علشان بيخاف يمشي لوحده. فضلوا يجروا وشو كان عامل نفسه بطيء ومش عارف يحصله. الواد كان فرحان كده بس اتفاجئ بشو جنبه، ولكن ما اثناء ما هم بيجروا بيظهر لهم وحوش من تحت الارض علشان تقتلهم. الواد بيحاول يهرب منهم على اخره، وشو عامل نفسه خايف منهم وبيجري معاه. بيحاول الواد ياخد السلاح من شو علشان يقتلهم، بس شو بيخنزر عليه مش اكتر، وبعدها شو بيزقه وبيطلع يجري بعيد عن الهياكل كلها، والواد كان هيموت خلاص. بس في اخر لحظه طلع سكينه كان مخبيها وقدر ان هو يقتل بيها الوحوش. بيلحق الولد شو بيكون عاوز يقتله وقتها، بس بيقرر ان هو يقتله وهو نايم بالليل علشان ما يقاومش. بيروحوا على مكان عالي فعلا علشان يرتاحوا، وشو عمل نفسه نايم في الاول كده، وبعدين اول ما الواد قرب منه صحى وقال انا كده دلوقتي بقيت تمام ومش هنام. الواد يا عيني كان هيولع منه. المهم الصبح شو بينزل علشان يجيب اكل من معاه، طلع واحد من التوفو وقعد ياكل فيه. الواد اول ما شاف التوفو انصدم وقال له انت عملته ازاي؟ اكيد مستحيل يكون كان معاك واحد. شو قعد يتبارد عليه لحد لما الواد اتعصب جامد وقرر ان هو هيقتله خلاص. الواد قوي جدا وقدر ان هو يضرب شو، بس شو مش سهل برضه وبيفادي كل هجماته وبيردها له هو كمان. الواد اتعصب اكتر وهجم على شو بكل قوته. شو بيفادي الهجمات بس السيف بتاعه بيقع. بيفكر الواد ان هو كده خلاص هيقتله، بس شو بيطلع السيف بتاعه بيخلص عليه. الواد بعدها عرف ان هو ده الشخص اللي هزم المجرم. بعدين بيقع على الارض وبيموت. شو بيبص على الواد وبيقول قد ايه الدنيا دي مرعبه. انا امبارح كنت قاعد بهزر معاه عادي ومفيش في دماغي حاجه، والنهارده انا قتلته. الموضوع مش ظريف فعلا، بس مهما كان الطريق صعب انا هسلكه برضه. وبعدين بيسيبه يمشي، وهو ماشي بيدخل كده على غابه وبيشوف تفاح على الارض، فبيعرف ان دي غابه تفاح وبيروح علشان يجمع له شويه منه. بس هو بيجمعه بيلاقي شويه من السناجب متعصبين جامد وقاعدين بيحدفوه بالطوب. ده حتى السناجب ما اترحمتش من خنزرته. المهم بيجمع منهم شويه نقط وبياخد التفاح وبيجري. بيفضل يجري لحد لما بيوصل على نهر كده وبيشرب منه. بيقول في باله انا بجري من بالي كتير وما قابلتش حد، هو الحطام ده ملوش نهايه ولا ايه؟ لسه ما كملش الكلام وبيلاقي مجموعه من الذئاب بتهجم عليه. بيحاول شو يجري منهم يمين بس بيلاقي العشيره بتاعتهم كلها هناك، فبيهرب منهم وبيرجع كل اللي مشاه. بس وهو بيجري بيقول انا ازاي ما تعبتش كل ده؟ يمكن علشان التفاح اللي اكلته، وبالعكس انا حاسس دلوقتي ان اعرف ازود سرعتي اكتر بكتير. بيزود سرعته فعلا وبيقدر يهرب من الذئاب كلها. جامد يا ابني والله. بيوصل على مكان الناس اللي عطلهم الفاس من الاول وبيلاقي عددهم زاد شويه. بيقعد عندهم وبيقول لهم انا اقعد معاكم ليله واحده وهمشي من هنا. وبيزود الخنزره عليهم وبيسالهم انتوا ما اكلتوش من امتى؟ البت بتعيط وبتقول له بقالنا 3 ايام ما اكلناش. بيقول لها شو حلو قوي، وبيطلع التفاح وبياكله قدامهم. خنزير اقسم بالله. بيقول لهم لو عاوزين التفاح ده هتمشوا في الاتجاه ده لمده يومين وهتلاقوه، بس خلي بالكم من السناجب علشان ما بتحبش حد يلمسه. فالعيال بتتعصب وبتديله نقط زياده، وده علشان هم عارفين انهم مش هيطلعوا من هنا اصلا. واحد منهم بياخد الفاس وبيروح عليه علشان ياخد منه التفاح بالعافيه، بس شو بيتبرد عليه وبياخدها منه. بعدها بيقول لهم شو جه الوقت علشان امشي، وبياخد السيف والفاس علشان يحارب في الوحوش. بس كان ساب لهم تفاحتين كده قبل ما يمشي، والعيال طبعا ما اخدتش بالها. بعدين بيروح شو يمشي ويدور على اي حاجه يعملها، بس فجاه بيسمع صوت عدو داخل عليه وبيقلق. شو بيرجع لورا كده والهيكل بيضربه برمحه، ولكن شو بيقدر ان هو يمسكه منه ما بيرضاش يسيبه. بقيه الهياكل بتيجي علشان تهجم على شو هي كمان، ولكن بيوقع اللي قدامه وبياخد منه رمحه وبيطلع يجري. حتى الهياكل العظميه ما سلمتش من خنزرته. المهم بعد ما بتتعب الهياكل منه بيقرروا انهم هيمشوا ويسيبوه، واول ما بيمشوا بيقرر شو ان هو هياخد بقيه اسلحتهم ويلحقهم ويخنزر عليهم. عظمه قوي. من جانب تاني كان في شويه من الطلاب والمدرسين مترصدين للفرسان والهياكل دول علشان يقتلوهم، ولكن ما كانوش عارفين يعملوا معاهم اي حاجه، فعلشان كده بيقرروا انهم هيقتلوا قائد الفرسان دول على امل ان انتباههم يتشتت وبعدها يقدروا يخلصوا عليهم. وبالفعل بيدوروا على اي واحد شكله غريب فيهم علشان يقتلوه، وبيختاروا اللي من غير رمح اللي ماشي بسيفه ده، وبيفكروا القائد يعني. هم مش عارفين انه شو هو اللي سارق سلاحه منه. غلبان قوي الفارس ده والله. المهم القناص بيتمركز وبوم بيضرب الطلقه بتفرتك دماغه. الكل بيحتفل والكل فرحان ومفكرين انهم كده هزموا الفرسان، ولكن قائد الفرسان بيكون عايش لسه وبيخلي اتباعه يضربوهم بالسهام، فما بيعرفوش يعملوا حاجه بعدها غير انهم يهربوا. بيروحوا في حته تانية كده وبيقولوا واحنا مش قتلنا القائد بتاعهم ازاي؟ هم فضلوا مركزين برضه. واحد من المدرسين قال مفيش غير سبب واحد، وهو ان اللي احنا قتلناه كان اتسرق منه سلاحه، بس يا ترى مين اللي قدر يسرقه؟ ما كملوش الكلام وبيلاقوا شو متربص للهياكل دي، بينط على واحد فيهم يضربه وبياخد منه الرمح بتاعه وبعدين بيهرب. المدرس بيقول لا هو احنا كده عرفنا مين اللي بيسرق الرماح، بس هو كان في طالب في صف الديوان بالقوه دي. واحد من الطلاب بيتعرف على شو وبيقول للمدرس ان نظام طاقته زاد الفتره الاخيره، وده بعد ما هزم رئيس الفصل في الريست.
المدرس قال ايوه علشان كده طاقته زايده، احنا لازم نضم الولد ده في صفنا. ومن جانب تاني شو كان قاعد كده على شجره ومش همه ولا جنود ولا هياكل ولا اي حاجه، وكان قاعد يتخيل في حياته قبل كده وقد ايه اخته له وحشاه وعاوز يرجع لها، فبيقرر ان هو يكمل الطريق بسرعه علشان يستفاد من الحطام. ولكن وهو ماشي في الطريق بيكون الهياكل عملوا عليه كمين علشان يقتلوه، حاصروه من كل حته وقرروا انهم يخلصوا عليه. بس شو بيفاجئهم وبيفعل طاقته الروحيه في الرمح، بيستخدمه ببراعه وبيهجم على الفرسان واحد ورا التاني وبيقدر انه يخلص عليهم كلهم. ايه يا ابن الجمدان ده، انت جايب القوه دي كلها منين؟ وبعد ما بيهزم شو كل الفرسان لوحده بيلم اسلحتهم وبيمشي. ومن ناحيه تانيه كانت لو متعصبه جدا علشان شو مرجعش البيت بقاله 3 ايام، وكانت ناوياله على نيه سواد لما يرجع، بس بيكون شو سايب لها رساله كده، ولما بتقراها بتفرح وبتقرر انها تستناه. نرجع بقى للمدرس والناس اللي معاه وهم ماشيين في امان الله كده، فجاه بيلاقوا الهياكل العظميه كلها اتقتلت. لا ومش بس كده، ده بيعرفوا ان اسلحتها كمان اتاخدت منها، وطبعا الكل بيعرف بعدها ان ده اسلوب شو. بس المدرس كان بدا ينبهر بقوه شو الجباره، وبيقرر انه يعمل خطه علشان يساعد شو في هزيمه اخر شويه هياكل معاه. بس انت متخيل ان شو مستني حد يساعده؟ لا والله. في الوقت ده كان شو راح قاعد في مكان كده وفعل خريطته النجميه، طلع فاكهه صفرة كده منها واكلها، والظاهر انها بتخليه عنده القوه ان هو يتحكم في الرماح دي. في نفس الاثناء كان الطلاب مع المدرسين بيتربصوا للفرقه الاخيره من الهياكل علشان يقتلوهم، بس فجاه هم واقفين بيلاقوا رمح نازل من السماء على واحد من الفرسان وبيخلص عليه. رماح من كل حته بتنزل عليهم وبتخلص عليهم واحد ورا التاني. بعدها بيظهر شو علشان يقتل الباقي منهم. المدرس بعد ما بيشوف شو بيقرر ان هو ينزل وباقي الطلاب علشان يساعدوه، بس انت متخيل ان هو هيحتاج مساعدتهم؟ لا والله. شو بيخلص على كل الفرسان في ثواني من قبل ما واحد منهم يوصل اصلا. الكل نزل وكان في ذهول من قوه شو الجباره، والمدرس كان رايح كده عليه علشان يشكره، بس قبل ما بيوصل له شو بيقول له كل الاسلحه اللي ورا دي بتاعتي، مش هخليك تاخد منها حاجه. خنزير اللي في الماكس والله. والمدرس قال له تمام ما تقلقش مش هاخد منها حاجه. وبس لحد كده كفايه النهارده، استنونا بقى في الجزء الثالث علشان في فايتات جامده جدا ومش عايز اقول لك على كميه الحماس اللي فيها. ولو انت طبعا عايز الجزء الثالث اكتب لي في التعليقات، وما تنساش تفعل جرس الاشعارات علشان اول ما انزل الجزء الثالث يوصلك. ويلا يا عم سلام سلام سلام.